وكذلك أن هنالك تحشيدات كبيرة بهذا الاتجاه باتجاه خاركيف بهذه المنطقة، تحشيدات هائلة جدا إلى ليلة يوم أمس. وكذلك في جزيرة شبه جزيرة القرم إن هنالك أيضا تحشيدات هائلة جدا في هذا الاتجاه. دعونا نذهب إلى هذه التحشيدات لكي نتعرف عليها وما يجري مع خاركيف حقيقة، لكي نقترب أولا من هذه الحدود، لكي نعرف التفاصيل التي تجري. هي تجري في هذه النقاط الثلاثة. هذه هي الأراضي الروسية، هذه هي الأراضي الأوكرانية، وهنا تأتي بهذا الاتجاه طبعا قرية بيليانكا. دعونا نلقي نظرة على ما جرى في هذه تحديدا القرية التي نريد أن نلقي نظرة من الفيديوهات التي جاءت من يوم أمس من عملية قدوم الأرتال الروسية واقترابها من الحدود مع أوكرانيا بهذا الشكل. كما تلاحظون المدفعية الروسية هي تقترب من الحدود كما تلاحظون بهذا الاتجاه، ولكن دعونا نتعرف على هذه المنطقة قليلا. إذا ما توقفنا بهذا الاتجاه سنلاحظ بأننا أمام عدد من العلامات لكي نفهم أين تتوجه هذه المدفعية. سنلاحظ بأن هنالك منزلا بهذا الاتجاه كما هو واضح، هنالك مسافة بين المنزلين، هذا منزل آخر وهذا شارع طبعا بهذا الاتجاه، وأيضا هذا هو شارع فرعي أينما تتوقف الصورة والمصور الذي يصور هذا المقطع. وكذلك في المرآة هنا بهذا الاتجاه نلاحظ أن هنالك منازلا بهذا الاتجاه تبدو وكأن السقف الخاص بها يبدو باللون الأحمر. دعونا نذهب إلى الأقمار الصناعية لكي نرى ما الذي وأين هذه المنطقة بالضبط في هذه القرية التي ركزنا عليها، وهي قرية بيليانكا بهذا الاتجاه. هذا هو القمر الصناعي وهذه هي القرية التي نتحدث عنها. دعونا نقترب من هذه المنطقة قليلا. سنلاحظ بأننا أمام هذه المنطقة التي ترونها. دعونا نقلب هذه الصورة قليلا لكي نقارنها بالشكل الصحيح، وسنلاحظ بأننا أمام نفس العلامات. هذا هو المنزل الذي تحدثنا عنه، وهذه هي المسافة، وهذا منزل آخر، هذا هو الطريق، وهذا هو الطريق الفرعي. وكذلك كما هو واضح أو قد يكون غير واضحا بالشكل الكبير بأن المنزل بالسقفية الحمراء هو موجود بهذا الاتجاه. لذلك هذا يوضح بأن السيارة والمصور كان يقف بهذا الاتجاه وهو يصور رتلا مدفعية وهو يتحرك بهذا الاتجاه. ما الذي يعني هذا؟ ما الذي تعني هذه التفاصيل؟ هي تعني بأن المدفعية كانت تتحرك بهذا الطريق الذي ترونه أمامكم بهذا الاتجاه، وهذا الطريق هو يؤدي إلى منطقة أخرى مهمة جدا قريبة جدا مع الحدود مع أوكرانيا بهذا الاتجاه، ألا وهي شبيكنه. هذه هي المنطقة الموجودة التي تبعد فقط 5 كيلو مترا عن الحدود مع أوكرانيا. وهذه المنطقة والمدافع والمدفعية التي نتحدث عنها ظهرت أساسا وصورت وأصبحت واضحة للجميع وللعيان عندما ألقوا نظرة على هذه المدفعية التي تحركت بهذا الاتجاه. كما تلاحظون هذه هي المدفعية التي تتحرك بهذا الاتجاه مع علامة الزت التي أشغلت الناس بأجمعهم. كيف هذه طبعا ما الذي تعنيه وغيرها لحد الآن لم يكتشف أحد سر هذه العلامة. ولكن دعونا الآن نتعرف أيضا أين هذه المنطقة بالضبط التي تتحرك فيها هذه المدفعية. كما تلاحظون بأننا بهذا الاتجاه سنلاحظ مع المدفعية وتحركها بهذه المنطقة بأننا أمام مبنى باللون الأبيض. هنا كما تلاحظون هذا هو المبنى الأبيض، وكذلك أن هنالك دعونا نلقي نظرة قليلة على هذا المبنى بهذا الاتجاه. هنالك مبنى أبيض الذي رأيناه والذي هو يبدو كبيرا بهذا الاتجاه، هو مبنى كبير للغاية. وكذلك أيضا بأن هنالك مبنى باللون الأزرق، هذا هو المبنى الأبيض. وهنا طبعا كما تلاحظون مبنى أزرق كان موجودا بهذا الاتجاه، وأيضا هنا الطريق الفرعي، وهذا أيضا هو مبنى مهم جدا يجب أن ننتبه إليه، وهو هذا المبنى. كما تلاحظون مبنى كبير للغاية بهذا الاتجاه، وبالتالي سنكون نحن أمام مبنى هنا ومبنى هنا، وتمر منه المدفعية بهذا الطريق، والتصوير طبعا يأتي بهذا الاتجاه. 3 علامات مهمة على الأقمار الصناعية. دعونا نتوجه إلى القمر الصناعي لكي نطلع على هذه المنطقة التي نتحدث عنها في هذه المنطقة وهذه المدينة شبيكنه طبعا. ودعونا نقترب من هذه المنطقة. إذا سنلاحظ بأننا أمام نفس العلامات تماما. هذا هو المبنى الأبيض الذي شاهدناه على عجالة، هذا هو المبنى الأزرق، هذا هو الطريق الفرعي، وهذه هي المبنيين الموجودة بهذا الاتجاه. وبالتالي الطريق الذي كانت تمر فيه المدفعية بهذا الاتجاه، وبالتالي أصبحت المدفعية قريبة للغاية من الحدود مع أوكرانيا بهذا الاتجاه. بل إن حتى الدبابات والمدرعات ظهرت في الليل في حقيقة أثناء الليل وهي تتقدم بهذا الشكل الذي تلاحظونه. الكثير من الدبابات هي تقدمت